يلا نعمل طبق بتنجان بتتبيلة مميزة، طبق صيفي لذيذ ومش بيتعب ابدا. طبق حلو بيرطب على القلب. انا بالنسبة لي الطبق ده محتاج سقفة، لا مش محتاج سقفة، محتاج زغروطة. بتقولي ايه يا خالته هند؟ بقول لكم ان الطبق ده طبق صيفي بامتياز، خفيف بيرطب على القلب، مش بيتعب ابدا. طريقته سهلة جدا وكمان تغيير حلو جدا، احسن من البتنجان المقلي في الحر اللي احنا فيه ده. طريقة سهلة وبسيطة ولذيذ جدا وبيأكل جدا ومشبع جدا جدا، وكمان مناسب للحر اللي احنا فيه. تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي. بس في الاول صلوا على النبي واشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين، واعملوا لي لايك. انا اسمي خالته هند. في الاول انا هجيب البتنجان الرومي العادي بتاعنا، هشويه على عين البوتاجاز من فوق. الاول بحطه على عين البوتاجاز على نار عادية كده دقيقتين، وبعد كده بهدي عليه شمعة، وطبعا كل شوية بقلبه على الجنب التاني لحد ما يستوي. اول ما بيستوي باخده بحطه في علبة او حاجة مقفولة بغطي عليه علشان يبخر كده في نفسه والقشر يتفصل عن اللحم بسهولة. طيب في ناس بتحط البتنجان تحت المية وبتقشره تحت المية، وده غلط جدا، لانه طبعا بينزل الفوائد بتاعة البتنجان، وكمان بيضيع ريحة الشوي الجميلة اللي بتبقى في البتنجان، اللي هي اصلا بتفتح نفسنا ان احنا ناكل. فانا هقشره بعيد عن المية خالص، وخطوة المية دي خطوة غلط جدا ومش صح ابدا، لاني شفت ناس كتير بتشطفه تحت المية او بتحطه في طبق فيه مية على بال ما تخلص فعشان تعرف تقشره. خلاص يبقى احنا هنقشره عادي كده بعيد عن المية. ايه اللي بيخليه يتقشر سهل؟ ان احنا بعد ما بنسويه بنحطه في علبة على جنب كده ونغطيه ونسيبه لحد ما البخار بتاعه كده ينزل والمية اللي فيه تبدأ تنتشر كده في العلبة، نحس بقى ان القشرة بتتشال عنه بسهولة. بعد ما قشرته هحضر بقى ايه الخلطة الحلوة اللي هنحطها على البتنجان. هجيب زبادي، طبعا كل حاجة هنحطها حسب كمية البتنجان اللي احنا عاملينها. خلاص انا التلاتة دول حطيت لهم علبتين زبادي صغيرين، ومعلقة من الطحينة، معلقة حلوة كده من الطحينة، وكمان مقطعة بقى خضار، فلفل حر اللي هو الفلفل الأحمر، وكمان مقطعة فلفل بارد، وفصين 3 كده من التوم، مش كتير علشان الجو حر، يعني ما تكتروش توم علشان الحر. كمان عصير ليمون ومعلقة كبيرة من الخل. هقلب كل دول مع بعض بقى، وكمان ملح، وبعدين هنزل عليهم بالفلفل الالوان او الفلفل الاخضر الحامي والبارد اللي انا مقطعاه، وكمان حطيت كزبرة وكمون. عليه افضل الصلاة والسلام، صلى على النبي. قلبوا بقى كل ده عشان تضمنوا ان الطحينة بس يعني اختلطت كويس. لازم نقلب الطحينة في الاول كده قبل ما نحط اي حاجة. اهو الخضار اهو 3 فصوص توم، فلفلاية خضرة باردة صغيرة، فلفلاية حارة حمرة برضو صغيرة مقطعاهم صغير. ممكن ندق الحاجات دي في الهون، او ممكن ندقها في الهون عادي مفيش مشكلة. معلقة كده من الكزبرة المفرومة، الكزبرة الخضرة. وهجيب البتنجان مش ههرسه بقى، هقطعه بالسكينة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا ما تصفوش المية اللي بتنزل منه دي يا حبايبي، لان طبعا دي كلها فوائد البتنجان والعناصر الغذائية اللي في البتنجان، فما تصفوش المية دي وما ترموهاش بعيد، سيبوها يعني. هجيب بقى البتنجان وهنزل بيه على الخلطة الحلوة الجميلة دي. وفي حاجة كمان هنحطها بس هنحطها في الاخر علشان ما ينفعش تحط في الاول، عشان نقعد نقلب براحتنا. حطيت معلقة من زيت الذرة، عايزين تحطوا زيت زيتون مفيش مشكلة، بس طبعا زيت الزيتون مش دايما بيكون متوفر في بيوتنا، ف انا حطيت زيت ذرة عادي، او حطي زيت عادي اللي موجود عندك حطيه، ما توقفيش على حاجة. مش عايزة تستخدمي الطحينة مش مشكلة، يعني لو الطحينة مش دايما متوفرة في البيت خلاص ما تعقديش نفسك، اعمليه من غير طحينة مفيش مشكلة. هحط بقى اخر حاجه طماطمايه كده متقطعه صغير، ودي بحطها اخر حاجه علشان ما تنزلش بقى ميه وكده تبقى صيصه في البتنجان. دي بتتحط اخر حاجه علشان ما اقلبهاش كتير.
بصوا بصوا الالوان، بصوا الحلاوه. انا كنت عايزاكم بقى تيجوا تشموا الريحه، ريحه الليمون مع الخل مع الخضار مع التوم مع الزبادي مع الطحينه مع البتنجان المشوي بقى ولسعه الشوي وريحه الشوي اللي في البتنجان. كانت الريحه خطيره. هغرفه بقى، قدموه بقى بالطريقه اللي تحبوها. انا حمصت كده رغيفين عيش، حمرتهم كده وقدمتهم معاه على وش الطبق. انتوا بقى حابين تحمصوا عيش في الفرن، حابين تاكلوه بعيش طري، اللي يريحكم واللي تحبوه. عليه افضل الصلاة والسلام. جميل وصحي ومفيد ومنعش ومش بيكتم على القلب، حلو جدا. ما تنسوش بقى اللايك للفيديو وتشتركوا في القناة بتاعتي لو لسه مش مشتركين. وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم وجربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا. شايفين؟ والله والله كان طعمه يفتح النفس. انا ما كنتش قادرة يعني اوقف اكل فيه بصراحة. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. مع السلامة.